مساء الخير. في حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا وملهاش أي تفسير، منهم مثلا القصة اللي هنحكيها النهاردة. قصة حقيقية بنسبة 100%، حصلت في قرية عادية جدا في كندا. قرية يومها روتيني جدا. احنا بنتكلم في حاجة حصلت سنة 1938. القرية يومها بيتقضى ما بين تجارة الفرو وجلود الحيوانات وبين الصيد وتجارة الملح. القرية مساحتها كبيرة، وطبعا لأن موقع القرية حساس بالنسبة للدائرة القطبية، كل سنة الشمس بتودع القرية تقريبا لمدة شهر. يوم 27 فبراير كان آخر يوم هتشرق فيه الشمس على القرية دي، ومش هتطلع تاني إلا بعد شهر. مسؤول الشرطة المحلية هيكسون نادى في القرية بالاستعداد، لأن البيئة بتكون عدائية جدا فترة انقطاع الشمس. بيسافر مجموعة من الصيادين للمدينة يشتروا حاجات تكفي شهر، خصوصا إننا في وقت ما كانتش الكهرباء موجودة فيه. خرج 8 من الصيادين علشان يشتروا الحاجات اللازمة للقرية في خلال فترة الشهر ده. كان معاهم النائب بتاع هيكسون نفسه فضل في القرية مع الأهالي. الصيادين طلعوا ومعهمش وسيلة اتصال غير جهاز لاسلكي قديم بتستخدمه شرطة القرية. الساعة 7:33 هيكسون استقبل أول مكالمة من النائب بتاعه، إنهم لمحوا مجموعة من الناس غريبة الشكل على الطريق الغربي للمدينة، وإن الضلمة منعت وضوح الرؤية. هيكسون هنا طلب توضيح تاني للي قاله النائب بتاعه. الإجابة كانت نفس الإجابة، 4 أو 5 خيالات مش محددة هل هم الأشخاص أو حيوانات غريبة الشكل. هيكسون بعد ما قفل فضل مستني المكالمة التانية من النائب بتاعه إن هو يطمنه فيها. المهم إن هو تعب من الانتظار ونام. الساعة 11 هيكسون يصحى على مكالمة من النائب بتاعه إنهم فقدوا واحد من الصيادين اللي كانوا معاهم. ولما سأل هيكسون إزاي ده حصل، الإجابة إن كان في واحد من الحيوانات المفترسة سحبه من رجله وهو واقف في استراحة البنزين. اتصل هيكسون وبلغ عن الحادث وطلب دورية إنقاذ. الساعة 1:15 بعد منتصف الليل يستقبل هيكسون مكالمة تانية من نائبه، وهو في منتهى الهستيريا وبيكرر جملتين بس: كلهم ماتوا، بيحاصروني. والاتصال قطع على كده. الساعة 5 صباحا قبل الشروق أول يوم هيكون من غير شمس، استقبلت دورية الشرطة المركزية اتصال من هيكسون عصبي جدا، وهو بيطلب المساعدة إن القرية بتتعرض لهجوم من قوة غير طبيعية، وكرر التعبير مرتين: هذه الأشياء تأكلنا وسريعة جدا وما ينفعش نشوفها في الضلمة. مع صوت ضرب نار مستمر خلال مكالمة هيكسون. الساعة 8 الصبح بتوصل الدورية الأولى للقرية دي، بتلاقي القرية فاضية تماما. أكلهم على الترابيزات، مواقد الشاي لسه مولعة، حتى نيران المخيمات، حتى الحيوانات نفسها اختفت. على الطريق الغربي كان في مجسم شكل في التلج. الشكل في الطريق كان عبارة عن 7 جثث مقطوعة اللسان، كلها عندها نزيف من ودانها، والأهم من ده كله إنهم كانوا من غير عينين. مفيش بصمات، مفيش أدلة. استمرت الشرطة الكندية في التحقيق 4 شهور، وأرسلت للولايات المتحدة فريق من البوليس الفيدرالي. محدش فيهم لقى خيط واحد مفيد إلا في اليوم 25 من الشهر الرابع على الطريق الجنوبي للقرية لقوا آثار أقدام خلت فرق البحث كلها تستقيل من المعمعة دي وتنسحب. مفيش حد من اللي شافها ووصف ده في روايات أو كتاب، ولا حد صورها، بس ده كان آخر يوم الناس تفتكر فيه اسم القرية دي. فضلت تدور حواليها الدراسات والنظريات لغاية سنة 1998. ظهر واحد اسمه بيتر شالدي، أحد أحفاد واحد من اللي كانوا مشاركين في الحملة. قال إن آثار الأقدام كانت لحوافر حصان ضخم، بس كانت بأصابع بشرية، وإنهم لما شافوها هربوا من الرعب وتخلوا عن البحث. القرية دي موجودة لحد دلوقتي، مزار، أواني الطعام زي ما هي، كل حاجة زي ما هي، ولغاية دلوقتي محدش لقى التفسير. العالم مليان عجائب وغرائب، كل يوم هتعرفوا منهم حاجة، فقط على قناة رعب خلف الظلام. ابقوا معنا.